السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مهندس محمد ديجو، شركه دي ديزاين. احنا فين؟ احنا في شقه المهندسين على ميدان سفنكس مباشره. الشقه دي وضعها مختلف شويه. احنا دايما لما بنيجي ناخد الشغل بتاعنا، اول حاجه بنرفع المقاسات، ثم نعمل التصميم، ثم نبدا شغل. الشقه دي الوضع اختلف شويه، ان احنا بدانا تكسير ثم بعد كده هنعمل التصميم. ليه؟ اقول لكم ليه. اول حاجه ان الشقه دي كانت متاجره لشركه وشركه ثانيه وبعدها شركه ثالثه، فاصبح ان معانا المنسوب هنا مش احسن حاجه. تاني حاجه ان كل شركه بتيجي بتعمل بلاط او سيراميك فوق السيراميك اللي قاعد ما كانوش بيشيل، فاصبح معانا المنسوب مش احسن حاجه. تاني حاجه ان كان الشقه بالوسع والارتفاع الحلو ده، كان عاملين منظومه الكونسيلد بالكامل زي ما حضراتكم شايفين بكامل الشقه. كانوا ساقطين بارتفاع الجبسن بورد زي ما حضراتكم شايفين كده. كميه الجبسن بورد اللي احنا سقطناها كانت كام؟ كانت من 95 لمتر. تخيلوا انا داخل الشقه دي ارتفاع سقوط الجبسن بورد متر. احنا بنعمله 15 سم وساعات بنخليه 13 سم، لان ال 2 سم او السم بيدينا روح وفايبس حلوه في المكان. تخيلوا ان السقوط هنا متر، فاصبح ان انا داخل مكان صافي ارتفاع المساحه للمكان 2 متر 2 متر و5، فالمكان ما كانش احسن حاجه خالص. تاني حاجه طبعا اماكن القمر بالكامل ما كناش احنا شايفين. طب هم ليه سقطوا متر؟ سقطوا متر اولا لان ما جابوش مهندس. تاني حاجه عملوا منظومه مش احسن حاجه. طيب ليه؟ عشان هم نزلوا منظومه الكونسيل تفادوا القمر، ومعانا سقوط القمر 80 سم، فهو نزل متر عشان يتفادى موضوع القمر. طيب نيجي هنا موضوع برضو المشاكل اللي بتواجهنا هنا، ان للاسف ان هم ما كانش في حد هنا بيشرف على الموضوع في البدايه خالص، سواء بقى تشطيب قديم او سواء تشطيب جديد مش هتفرق. اماكن القمر هنا مكسرين فيها بالكامل، فالمنظر مش احسن حاجه. ده خطأ انشائي وحش جدا جدا جدا. طيب احنا المفروض احنا هنعمل ايه في الشقه؟ احنا هنكسر الشقه بالكامل، هنفورها كلها بالكامل، ثم الدهان الحديد ده كله هيتعمل اوبوكسي ويتنضف ويترمى عليه من تاني. هنكلمكم بقى في الحمامات والوضع اللي جوه. دخلنا على حمام الماستر معايا الطرقه، شوفوا حضراتكم كميه السقوط قد ايه في الطرقه عشان يمشوا جهاز الكونسيل اكتر من متر و10. فاصبح ان انا تخيلوا انا داخل في الطرقه ان انا دماغي في السبوت مباشره، فده كان في كامل الشقه. فده كله هيتفور وهيتشال، هندي للشقه روح واللي يخش الشقه يتبسط، انما كاني داخل سوري تربه. طيب نخش بعد كده على حمام غرفه الماستر. حمام غرفه الماستر كسرناه كله بالكامل. معانا هنا الضغط زي ما حضراتكم شايفين جوه الحمام، دي مواسير الظهر. المواسير الظهر ده الضغط ده هيتكسر، مواسير الظهر ده هنشيلها كلها بالكامل ونحط مواسير الكسل بتاعتنا، ننظف موقعنا قبل بدايه الشغل. هل ده يخص اعمال التشطيبات؟ ده بيخش ده احنا المفروض ان احنا الشغل الخارجي ما بنهتمش بيه، لكن لازم نظبط شغلنا قبل بدء اعمال التشطيبات بتاعتنا. مش هنقول بعد ما شطبنا نقول احنا مالنا الشغل الخارجي ده شغل خارج العماره، لا احنا بنهتم بالشغل ده كله ثم بعد كده نبدا الشغل بتاعنا. نخش بعد كده على المنطقه دي. المنطقه دي هم كانوا عاملينها اوفيس او مطبخ او وات ايفر ايه هي. نخش عليها. المنطقه دي كان فيها كارثه كبيره جدا. ايه هي؟ ان هم كان مقفلين من السقف ده كله جبسن بورد، واحنا كنا مفكرينه صبه خرسانه. وطبعا الكلام ده كله بعد ما كسرناه ونزلناه لقينا ان ده جبسن بورد، والجبسن بورد مع الميه مع عوامل الرطوبه مش احسن حاجه. كل ده هنعمل ايه؟ نزلنا الكلام ده كله، هنبدا نصبه، نزرع عشاير، نعمل الصبه بتاعتنا. وبرضو اكتشفنا ان اللي موجود الارضيه بتاعتنا تحت، ان الارضيه اللي موجوده تحت معموله جبسن بورد، ده برضه هيتكسر هيتشال، هنزرع، هنعمل الصبه بتاعتنا، نبدا نظبط دنيتنا، لان الوضع ده غير ان هو يعني ان سيفتي بالمره، لا يصلح ان هو يتعمل. نخش بعد كده على الزونه الثالثه. نخش بعد كده على حمام الرئيسي. حمام الرئيسي زي ما حضراتكم شايفين برضو الضغط الموجود جوه الحمام كسرنا حواليه. المواسير دي كلها بتجيب ميه. المواسير دي طبعا قديمه متهالكه متكسره. المواسير دي كلها بتجيب ميه. طب ايه اللي هيحصل؟ كل المواسير دي هتتفك، كل المواسير دي هنبدا نحط لها المواسير الكسل او مواسير التغذيه البي ار بتاعتنا، نهندل دنيتنا الخارجيه، ثم نعمل الضغط بتاعنا، ثم نبدا مراحل التشطيب بتاعتنا. طيب احنا هنا العميل طالب ايه؟
العميل طالب ان كل الغرف تكون غرف فندقيه معاها حمام بتاعها، طالب ان المطبخ يكون امريكان على ريسبشن. طبعا احنا مش عارفين نتحرك في الشقه قوي، ده تاني يوم شغل لينا، احنا بنكسر الشقه بالكامل، لسه ما كسرناش الارضيه طبعا لما تتكسر هتطلع كميه رطش كتير جدا جدا جدا. فان شاء الله التصميم بتاع الشقه دي انتظرونا، هتشوفوا مفاجاه في شقه المهندسين. شكرا.